بصوا بقى، شايفين الجمال؟ تحفه. يلا ندوق بقى مع بعض. بسم الله. تحفه، حلوه جدا جدا. بس الكينج بتاع النهارده هي الكوبيبه الصراحه. اهي شايفين حلوه ازاي؟ حكايه. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ الجو حر والدنيا الصراحه مش مستحمله خالص، وعايزين نعمل اكله سريعه ما تاخدش في ايدينا غير نص ساعه بس، وكمان تكون موفره. يبقى ما فيش غير المكرونه الاسباجيتي اللي ما بتتعمل حرفيا في 5 دقايق، ولا توم ولا بصل بقى ولا كل الحاجات دي. تمام. ولا هنحتاج كمان صلصه طماطم، هقول لكم انا هعملها ازاي. وكمان الكوبيبه الموفره اللي بتتعمل بنص كيلو لحمه هتطلع لك 24 قطعه كوبيبه. حقيقي دي هتنفعك في الصيف جدا، هتنفعك كمان في المصايف. لو انت مش عايزه تشتري اكل من بره، رايحه مصيف ومش عايزه تشتري اكل من بره وعايزه توفري على نفسك، هتعملي الكوبيبه دي وتخزنيها في الفريزر، تطلعيها يا دوب على السوا بس. وبس كده، ويلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. ركزي بقى معايا يا ست الكل. هنجيب 3 بصلات كبار نفرمهم في الكبه بالشكل ده، وعندي نص كيلو من اللحمه المفرومه. هبتدي بقى ان انا اعصر البصل كويس جدا، سواء بقى بايدك او في المصفى. اهم حاجه انا مش عايزه البصل يكون فيه ميته خالص عشان الكوبيبه بتاعتنا ما تفكش. هنحط معلقتين صغيرين من الملح. الملح ده طبعا حسب الرغبه، في ناس بتحب الاكل دلع، في ناس بتحب الاكل يكون مظبوط. وكمان هحط معلقه صغيره ممسوحه من الفلفل الاسود. هو هنا طار بسبب ان انا مشغله المروحه، الجو الصراحه صعب قوي يا جماعه بجد الايام دي، فالله يكون في عون كل ست بتقف في المطبخ في الحر ده. هنعجن بقى الكوبيبه كويس جدا، اللي هي اللحمه المفرومه هنعجنها مع البصل كويس جدا جدا. اقعدي كده اعجني بقى كده فيها لمده 10 دقايق كانك بتعجني عجينه، عشان انا مش عايزه الكوبيبه تفك معايا. اللي بيخلي الكوبيبه او الكفته متماسكين معاكي هو ان انت تعجنيها كويس. هتسيبيها في التلاجة لمده نص ساعه، ده اقل حاجه، تمام، عشان تتماسك اكتر. بعد كده بقى هنطلعها ونشكلها زي ما انتم شايفين. هنبتدي ان احنا كانك بتعملي بالظبط كور عجين، تمام. هتعملي كوره كده بالشكل ده. لو انت حابه ان انت تبططيها شويه بططيها، لو حابه تسيبيها كده سيبيها كده عادي، كله في الاخر هيستوي. وخلي بالكم هي فعلا والله طعمها احلى كتير من الكفته، يعني انا دي باكل فيها اكتر من الكفته بكتير. بس كده خلاص، احنا بقى هنكمل كل الكميه. بصوا هتطلع لك 24 قطعه، هتطلع لك فعلا هي بترمي كتير قوي معاكي، فهي فعلا من الاكلات الموفره. تمام بالشكل ده. انا بططتها كده شويه زي ما انتم شايفين عشان تاخد سوا معايا على الجنبين. ممكن برضو اسيبها دلوقتي ترتاح مثلا 10 دقايق ربع ساعه، واطلعها بقى في ووك او طاسه تكون ما بتلزقش، فيها حوالي معلقه زيت كده كبيره، وننزل بيها كلها في الووك او في الطاسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهتاخد بقى ايه، الاول هنعلي النار عليها، وبعد كده هنخلي النار واطيه، هنوطي النار تمام عشان تستوي معايا على الجنبين. وعايزه اقول لكم بتطلع مستويه جدا، ما تخافيش، لا هتطلع معاكي مستويه ومفيش اي مشكله فيها. وكمان هي سريعه يا جماعه، فعلا هي فعلا ما بتاخدش وقت نهائي. بس كده زي ما انتم شايفين انا خلاص خدت وش كده على الجنبين واستوت وبقت زي الفل. هطلعها واحط الدور التاني لحد ما نعمل المكرونه. زي ما قلت لكم المكرونه سهله جدا، مش تاخد منك اي وقت. حله فيها معلقه سمنه حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وهناخد معلقتين كبار من صلصه البرطمانات. مفيش وقت بقى ان احنا نعصر، وفي الحر ده احنا عايزين ننجز نفسنا عشان نطلع نهرب بسرعه ونجري من المطبخ. هنحط بقى شويه ملح وفلفل اسود. الفيديو ده برعايه تقريبا ملح وفلفل اسود، ما حطيناش اي بهارات زياده عن الملح والفلفل الاسود. بس كده خلاص انا بكون سلقه المكرونه عندي. طبعا كلنا شاطرين وعارفين بنسلق المكرونه ازاي. وبس على فكره المكرونه دي سريعه، ورغم ان هي سريعه بس طعمها حلو جدا، لازم تجربوها. هننزل بقى بالمكرونه المسلوقه بتاعتنا. انا كان عندي هنا مكرونه شرايط، عملت كميه كده مش كبيره عشان تتاكل في نفس اليوم. وبس كده زي ما انتم شايفين هقلبها تقلبتين لحد ما تشرب الصلصه بتاعتها واقفل النار. ولو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير على اي بقى منصه انتوا عايزينها، وكمان سبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب واول مره تشوفوني، وفولو على الفيسبوك. واشوفكم الفيديو جاي على خير، وباي باي.